السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني واخواتي في كل مكان في الوطن العربي، كل الحب والاحترام والتقدير لحضراتكم. النهارده عندنا فيديو مهم جدا تسبب في إثارة كبيرة للجدل، خلى الناس كلها بتبحث وبتكتب على محركات البحث وكل مواقع السوشيال ميديا عن هذا الحدث المهم جدا للغاية اللي يخص اخواتنا واشقائنا وحبايبنا. النهارده هنتفرج على فيديو من الفيديوهات المثيرة للجدل، ولكن قبل ما نتكلم عن الفيديو انا عارف ان شاء الله ان الفيديو هيعجبكم وباذن الله يكون عند حسن ظنكم، ولكن ما تنسوناش انكم تدعمونا باللايك وانك تعمل مشاركة وتكتب رأيك عشان انا استفيد وكل اللي يتابع الفيديو كمان يستفيد برأيك اللي انت كتبته بعد مشاهدتك للفيديو ان شاء الله. تعالوا مع بعض نسمع هذا الحدث المهم للغاية. اتفضلوا معايا. 10 سنوات الأخيرة، لأنه شفت المغرب ماذا يفعل في أفريقيا. اليوم المغرب هو أكبر بلد عربي يستثمر في أفريقيا وأقوى قوة اقتصادية عربية في أفريقيا اليوم المغرب، والمغرب يتقدم على هذا الصعيد. نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة، نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة. $1000 برضه. لكن المغرب يتحرك اقتصاديا جيدا اليوم، بنية تحتية في طرقات. أنا أعرف المغرب وأعرف البلدان العربية ككل. أنا أحكي لك على المغرب كما أحكي لك على عمان، على ليبيا، على السعودية، على مستويات متعددة. عندما أقول أن المغرب بنيته التحتية جيدة بالمقارنة مع بلدان كثيرة جيدة. عندما نقول أنه المغرب رسم لنفسه خطة استثمار بعيدة المدى في إفريقيا صحيح. عندما نقول أن إفريقيا فاتحة ذراعيها وأبوابها للإنتاج المغربي ولرجال الأعمال المغاربة وللبنوك المغاربة صحيح. اليوم أنت تشوف في بنك تجاري، بنك اللي في تونس هذا بسيط، عندهم أكثر من بنك في إفريقيا، عندهم بنوك في الكوت ديفوار، 25 طابق البنك التجاري. 8 دول أفريقية. نعم. فهمت؟ أنا كنت هناك في إفريقيا عندما زار محمد السادس غينيا، وزار الكوت ديفوار، واعتقد مالي والكاميرون. وفي كل بلد، في غينيا بقى اسبوع، وفي ساحل العاج بقى 5 ايام، واطلع وشاف. ودائما يسافر مع الصحفيين ورجال الاعمال والوزراء وكذا واتفاقيات، وكان يستقبل في الافارقه. وانت عندك قصه مهمه ما بين المغاربه والافارقه، هو انه الاسلام في غرب افريقيا زرعه المغاربه، وأنه الحكم في المغرب الموحدون المرابطون هو قادم من أفريقيا، وأنه ثم تاريخ. اليوم الحسن الثاني، اليوم محمد السادس والمغرب يعني مثل اللي انتبه. ما دام تكلمنا عن الدين يا استاذ صافي، نعم شيء مهم، بروتوكول نعم داخلين المغاربه الدين الاسلامي. نعم. الدين الاسلامي مهم جدا للمغاربه في افريقيا. نعم. انت تعرف انه غينيا بلاد احمد سيكوتوري. سيكوتوري كان يساري يزايد على كل يساري، وكان صديق الحسن الثاني وصديق محمد الخامس، وكان عنده نظام شيوعي احمد سيكوتوري ونقابي قديم ويساري قديم. العمله الغينيه كان مصور فيها محمد الخامس، حتى جبريل فيها صوره محمد الخامس. العمله الغينيه عنده علاقات متطوره مع ولذلك اليوم المغاربه دخلوا على خط ازواد والتوارق، وعندهم حوارات مع التوارق، وانه في مرحله مقبله قد يعترفون بدوله التوارق. وهذه كله ضمن لعبه جديده جيوبوليتيكيه في المنطقه تمتد من المغرب العربي الى ما وراء المغرب العربي، هي بلدان الساحل والصحراء. هناك امن المغرب العربي، هناك امن المغرب ايضا. المغرب الاقصى امنه يوجد في غربه وفي شرقه وفي جنوبه. جنوب المغرب هي بلدان الساحل والصحراء. بن علي عندما اشتغل في المغرب كملحق عسكري، المغاربه عندهم مخابرات قويه، ومعروفه مخابرات المغرب معروفه في العالم، وداخله حتى على خطوط الامريكان والفرنسويين والاسرائيليين، ويخدموا جيد جيد جيد، ومعتبرينهم مخابرات حديثه جدا. المغاربه هم عندهم ملف على بن علي، ويعرفوا الحسن الثاني هذا الملف، وما كانش يحب بن علي ابدا، وكان يعتبره، كان يقول عليه ما بين قوسين 10 سنوات الأخيرة، لأنه شفت المغرب ماذا يفعل في أفريقيا. اليوم المغرب هو أكبر بلد عربي يستثمر في أفريقيا وأقوى قوة اقتصادية عربية في أفريقيا اليوم المغرب، والمغرب يتقدم على هذا الصعيد. نمر إفريقي في ال10 سنوات الأخيرة، نمر إفريقي
في العشر سنوات الأخيرة $1000 برضه. لكن المغرب يتحرك اقتصاديا جيدا اليوم، بنية تحتية في طرقات. أنا أعرف المغرب وأعرف البلدان العربية ككل. أنا أحكي لك على المغرب كما أحكي لك على عمان، على ليبيا، على السعودية، على مستويات متعددة. عندما أقول أن المغرب بنيته التحتية جيدة بالمقارنة مع بلدان كثيرة جيدة. عندما نقول أنه المغرب رسم لنفسه خطة استثمار بعيدة المدى في إفريقيا، صحيح. عندما نقول أن إفريقيا فاتحة ذراعيها وأبوابها للإنتاج المغربي ولرجال الأعمال المغاربة وللبنوك المغاربة، صحيح. اليوم أنت تشوف في بنك تجاري، بنك اللي في تونس، هذا بسيط، عندهم أكثر من بنك في إفريقيا، عندهم بنوك في الكوت ديفوار، 25 طابق البنك التجاري. 8 دول أفريقية. نعم. فهمت؟ أنا كنت هناك في إفريقيا عندما زار محمد السادس غينيا، وزار الكوت ديفوار، واعتقد مالي والكاميرون. وفي كل بلد، في غينيا بقى اسبوع، وفي ساحل العاج بقى 5 ايام، واطلع وشاف. ودائما يسافر مع الصحفيين ورجال الاعمال والوزراء وكذا واتفاقيات، وكان يستقبل في الافارقه. وانت عندك قصه مهمه ما بين المغاربه والافارقه، هو انه الاسلام في غرب افريقيا زرعه المغاربه، وأنه الحكم في المغرب الموحدون والمرابطون هو قادم من إفريقيا، وأنه ثم تاريخ. اليوم الحسن الثاني، اليوم محمد السادس والمغرب يعني مثل اللي انتبه. ما دام تكلمنا عن الدين أستاذ الصافي، نعم، شيء مهم بروتوكول نعم داخلين المغاربة الدين الإسلامي. نعم. الدين الإسلامي مهم جدا للمغاربة في إفريقيا. نعم. انت تعرف انه غينيا بلاد احمد سيكوتوري. سيكوتوري كان يساري يزايد على كل يساري، وكان صديق الحسن الثاني وصديق محمد الخامس، وكان عنده نظام شيوعي احمد سيكوتوري، ونقابي قديم ويساري قديم. العمله الغينيه كان مصور فيها محمد الخامس، حطوا جبريات فيها صوره محمد الخامس. العمله الغينيه عنده علاقات متطوره مع ولذلك اليوم المغاربه دخلوا على خط ازواد والتوارق، وعندهم حوارات مع التوارق، وانه في مرحله مقبله قد يعترفون بدوله التوارق، وهذه كله ضمن لعبه جديده. اهلا بكم مره تانية، واهلا بكل حبايبي واخواتي اللي بيتابعونا ودايما معانا وبيساندونا وواقفين جنبنا. بجد بشكركم جدا على كل كلامكم الجميل الطيب، على مساندتكم لينا ومساعدتكم الطيبه الجميله اللي فعلا بترفع من شأننا وبتوصلنا لاعلى مرتبه نقدر نتكلم فيها عن المجتمع العربي القوي جدا قدام كل العالم اللي بيتفرج علينا وبيشوفنا. شكرا ليكم، شكرا يا اجمل اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.